الجمبري المشوي فراشة بالزبدة. أول حاجة بنعملها في الجمبري بنفتحه كله من الظهر كده على شكل فراشه، ونشيل منه عرق الرمل ويتغسل غسلة كويسة كده تحت الحنفية، ونحضر صينية بالشكل الرائع ده. وبعد ما نرصه في الصينية بنتبله التتبيلة المميزة بقى اللي فيها الكرفس والجزر والفلفل الأخضر والثوم، كله في الخلاط مع المستردة والليمون، ونديله بقى الملح والكمون والشطة والكزبرة والكاري والبابريكا. التتبيلة ديت هتخلي طعم الجمبري حلو قوي. وبعد ما ارش الزبدة كده بتنسيق على كل جمبرية شوية زبدة، هقول الحكايه حلوه ونبدا بذكر الله والصلاه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. واي نوع جمبري هشتغل فيه بالطريقه ديت، بس الافضل يعني الجمبري الوسط او الكبير. ويلا مع بعض كده داخل الشوايه او الفرن اللي موجود عندنا، ندخل الصينيه على نار متوسطه. وانا هنا معايا 3 كيلو جمبري، فتحت الظهر وغسلتهم غسله كويسه، وبعد كده رصيتهم في الصينيه والتتبيله السحريه بتاعتي مع رشه الزبده بقى، وادخل الصواني ديت الفرن، فرن الشوايه او البوتاجاز اللي موجود عندنا. اهم حاجه اظبط النار من فوق بالطريقه ديت كده. الصينيه التانيه نفس الطريقه. يبقى انا رشيت الزبده بتاعتي عشان يستوي بالتتبيله بالزبده كله مع بعض اهو. مش هياخد مني 4 دقايق بالظبط، وابدا اطلعه فوق الشوايه بالشكل ده. بص لونه اتغير ازاي، تفاعل الزبده مع التوم مع الكرفس مع الجزر مع التتبيله الحلوه. لا ادتني ريحه حلوه قوي. هنكمل بقى التسويه فوق الشوايه كده او على عين البوتاجاز، يعني على نار هاديه، عشان الجمبري يكمل سواء الميه اللي هتنزل منه تتبخر، ويبقى لي بقى الجمبري مع التتبيله مع الزبده. هيبقى ناقص ايه؟ رشه شبت بقدونس كزبره مع شويه ليمون كده في الاخر، ويطلع على كده هيتاكل بألف هنا وشفا. يبقى الجمبري المشوي فراشه بالزبده على كده تمام قوي. طيب الناس بقى اللي عايزه صوص البتر فلاي هتعملوا ايه؟ ايوه، هنجيب الصوص بتاعنا، انا مجهزه وهو سخن كده. هبدا اسقي الجمبري في الاخر. الناس بقى اللي بتعشق صوص البتر فلاي وبتحبه وقيمته الغذائيه عاليه جدا، واحنا عملناها قبل كده. بص شكله اهو، ده المنظر بتاعه في الاخر. ببدا اسقي الجمبري صوص البتر فلاي. حبايبنا اللي بيشوفوني لاول مره، هسيب لكم طريقه الصوص ده موجوده في اول تعليق لو بتشوفوني من على الفيسبوك. اما لو بتشوفوني من على اليوتيوب هتلاقوه موجود في الشرح او في صندوق الوصف. شايف منظره عامل ازاي؟ طريقه صوص البتر فلاي ده هيعجبكم قوي، وتقدروا تستعملوا الطريقه ديت لو بتشوفوني طبعا في المطاعم او في البيوت او في اي مكان، هتعتمدوها ان شاء الله. وعملنا لها الفيديو، والفيديو نجح وعمل 1,000,000 واكتر مشاهده. يبقى هنا الجمبري المشوي فراشه بالزبده عرفنا طريقته، وطريقته برضه لما بنضيف عليه الصوص اللي هو ده كده. بص معايا، شوف 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 شوف، الله يا سلام على الجمال وعلى المنظر، طعم وشكل حلو قوي. رشة شبت كده في الاخر. يلا مع بعض بالله عليكم نحط لايك للفيديو ده، ونشارك الفيديو ده للغير، وقولوا لي رأيكم في التعليقات، الطريقة أحسن بالصوص ولا بالزبدة فقط. وإن شاء الله نقدم طريقة الجمبري المشوي بتر فلاي بالخضار وعلى الجريل وفي شباك، والصوص برضه له طرق مختلفة هنقدمها قريبا بإذن الله. يلا اعملوا لي متابعة كده واشتراك في القناة، وشوفوا بقى الأسرار الجميلة من أخوكم الشيف رضا شعبان فودة. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات قادمة. دمتم في أمان الله.